السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه زوزو شانيل. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله بدا من التحضيرات ديال شهوه رمضان. اليوم غادي نحضر معكم بقلاوه كتجي زوينه بزاف، مقرمشه، واحد الحشوه تعليكه كتجي خطيره بزاف، بنينه بنينه. ما نقولش لكم البنات تبعوا معايا المراحل ديال التحضير وما تنساوش لايك. الا كنتي اول مره كتشوف القناه اشترك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنايا القرقاع. الكميه تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. انا هنايا غادي ندير 250 غرام ديال القرقاع. واللوز زيد شي شويه، المهم نص كيلو نقص شي شويه. غادي ندير القرقاع اللي غير سخنته شويه، يعني سخنت الفران ودرته. اللوز اللي قشرته وحمرته. عندي العسل وعندي السكر سنيده والقرفه. غادي ندوزو دابا غادي نطحنوا اللوز. شوفوا معايا اللوز انا طحنته مزيان، يعني ماشي دعقته بزاف، شويه هكا خليته مهرمش. طحنت اللوز وطحنت القرقاع. بالنسبه للسكر سنيده راه درت غير معلقه ديال السكر سنيده طحنتها مع اللوز. ضفت معلقه صغيره ديال القرفه، حيت مازال غادي نضيف له العسل باش ما يجيناش حلو. تقدروا ديك المعلقه ديال السكر سنيده اللي درت انا تستغناو عليها، حيت غادي تجي حليلوه شويه. صافي درت معلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق ديال الزبده مذوبه، ندوبوها مزيان حتى ما يبقاش فيها الماء. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الماء زهر ونخلط هذا الخليط هذا مزيان مع بعضياته. وغادي نضيف العسل. هنايا العسل تقريبا عندي واحد معلقه كبيره وشويه، معلقه قولي ونص ديال العسل. غادي نجمع بها هذا الخليط هذا، حيت مازال غادي نسقيوه كما كنعرفوا بقلاوه مازال غادي نسقيوها بالعسل. يعني الا اللي ما كيبغيش الحلاوه يقدر ينقص من هذا العسل، يدير غير معلقه واحده. صافي غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان حتى يتجانسوا ليا كامل، يتجانسوا ليا هاد العناصر كامله مع بعضياتهم. كيجي زوين بزاف. وتقدوا الا كان عندكم غير اللوز اولا غير القرقاع ديروا يعني واحد فيهم. انا كنفضلهم بجوج حيت كيجيو زوينين بجوجهم، كيعطيو واحد اللذه زوينه لهاد الحشوه. هنايا عندي الورقه الفيلو، هاد النوع هذا كيتباع في بيم، مولفه كنستعمل النوع اللي في مرجان. هاد المره هذا قلت نستعمل هذا ديال بيم حتى هو زوين صراحه، عجباتني. بالنسبه للناس اللي قريب ليهم بيم وكل شيء، هاد النوع هذا راه زوين البنات. استعملوها على حسابي. غير هي كما كنعرفوا الورقه ديال الفيلو خصنا نستعملوها غير بشويه باش ما تقطعش لينا، باش ما يعني نديروا معها الخاطر. ومنين نجبدوا شي ورقه نعاودوا نجمعوها في المنديل ونخليوها باش ما تقطعش لينا وباش ما تيبش. هنايا درت الزبده مذوبه كما شفتوا، دهنت الورقه ديالي كامله وغادي نبدا ندير الحشوه. بالنسبه للحشوه انا درتها هنايا شويه معلكه، جات زوينه بزاف. فايته سبق لي وشاركت معكم بقلاوه درتها مهرمشه حتى هي جات زوينه، ولكن هاد الطريقه هذه عجبتني اكثر، كنبغيو شويه ديال التغيير. صافي هنايا كما شفتوا درت الحشوه وطويت الورقه ديالي. غنجمعها بحال هكا ونحاول ما نزيرش يدي، يعني ما نزيرهاش، نخليها شويه مرخوفه باش منين نجيو نكمشوها ما تقطعش لينا الورقه. ودائما كندهنوا الزبده. هنايا غادي نستعمل هاد العويدات هادو. غادي درتهم هنايا وطويت الورقه هكا وغادي ندهن بالزبده. كندهنوهم مزيان بالزبده باش الورقه ما تجيناش ناشفه. ونديرو هكا الحشوه، نحاولوا نديروها متساويه وكنبداو نطويو. هي صراحه فاش كنديروا هاد القطيبات هادو كيساعدونا في الطويه دغيا وكتجي مجموعه. فاش كنبغيو نكمشوها دغيا كتكمش. اما ملي ما كنديروش هاد العويدات هادو ما كتجينا صعيبه اننا نكمشوها على هاد الشكل هذا. وانا كتعجبني في هاد الشكل هذا، كتجي زوينه كتجي حليلوه. صافي غادي نبدا نحطهم في الصفيحه ديال الفرن اللي درت ليها البابي كويسون. انا غادي نحطهم شويه من بعدين، يعني ما غاديش نحاول نلصقهم باش يطيبوا ليا، باش في الفران يطيبوا مزيان. غادي نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كما شفتوا درت هاد العويدات بحال هكا وغادي نحاولوا ندهنوها مزيان باش ما تجيناش ناشفه. صافي وغادي ندير الحشوه هكا، كنحاول نحطها متساويه ونطوي. كما شفتوا معايا في هاد العويدات هادو كتجي ساهله الطويه دغيا ما كنزيروهاش بزاف باش ما تقطع ليناش الورقه، وباش منين نجيو نكمشوها دغيا تتكمش. صافي وندهنوا مزيان. انا كندهن غير بالزبده، ما كنسد لا بصفرة البيض لا بوالو، وكتجي مجموعه كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا كنبداو نكمشو هكا، نجمعوها ونحطوها في الصفيحه ديال الفرن. صافي من بعد ما غادي نساليهم كاملين كما شفتوا معايا على هذا الشكل، حطيتهم في الصفيحه وحطيتهم من بعدين باش يطيبوا مزيان باش يشدوا الطياب. يعني الا درناهم ملاصقين
غادي يبقى داك الاخر اللي غادي يكونوا ملاصقين فيه ما غاديش يطيبوا. بعدتهم شويه، دهنتهم بالزبده مزيان كما كتشوفوا معايا، دهنوهم مزيان بالزبده. وغادي نبدا نقطع لي مورسو ديالي القياس اللي بغيتو، تقدروا ديروهم كبر من هكا اولا صغر من هكا. صافي كنبداو ناخذوا شي موس اللي يكون ماضي ونقطعوا على هذا الشكل هذا. الفران راني شعلته قبل على درجه حراره 150. عندي الفران ديال الضو كنديروه على درجه حراره 150، كنشعل عليه من التحت، ما نجهدوش عليهم البوطه باش ما يتخطفوش لينا في الطياب، باش كيطيبوا على خاطرهم وكيجيو مقرمشين. الا جهدنا عليهم البوطه دغيا غيتحمروا، غيبانوا لنا راهم طايبين، ولكن لداخل راه الورقه ديال الفيلو ما كتجيش مقرمشه. كما قلت لكم خليتهم طابوا من التحت، من بعد شعلت عليهم من الفوق يتحمروا، ودرجه الحراره تكون ناقصه. يعني كما قلت لكم انا كنديرو على 150، يعني اقل درجه عندي في الفران ديالي كنديرها، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم، كنبعدهم شويه على العافيه، كنشعل من التحت يطيبوا من التحت، نعاود نشعل عليهم من الفوق. صافي من بعد ما خرجوا مازالين سخونين كنسقيهم هكا بالعسل كما كتشوفوا. غادي نسقيهم مزيان بالعسل ونخليهم واحد شويه راه كيشربوا لنا هذاك العسل، ومن بعد عاد نقدموهم. كيجيو كيحمقوا البنات هاد البقلاوه، كتجي زوينه بزاف. من بعد نقدروا نزوقوهم باي حاجه بغينا. انا احتفظت بشويه ديال الكركاع وشويه اللوز هكاك مطحونين، غادي نديرهم فيهم هكا من الفوق، كيجيو زوينين بزاف. واحد القرماشه ما نقولش لكم البنات، حضروهم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم البقلاوه اللي شاركت معكم اليوم. ما تبخلوش عليا بلا لايك بالطبع الا عجبتكم الوصفه. كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم زوينين، على الدعم ديالكم. اي حاجه كتوصل ليها قناه زوزو شانيل راه بالفضل ديالكم. وبغيت نقول للناس بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي راه ما بقاتش كتوصلنا لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ديالك، غير نقول لكم حيدوا ابوني وعاودوا ردوها وفعلوا الجرس، وهكا ان شاء الله غادي يوصلكم ديما الجديد. حيت شحال ما حطيت لي فيديو هكا اليوتيوب بحال كتحيد الاشتراكات لبعض الناس، هادشي علاش ما كيوصلكمش لي نوتيفيكاسيون. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه اللي شاركت معكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ومبروك عواشركم. رمضان كريم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، وهذا الشيء اللي كتمناو كامل في خاطركم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك.